قدام أهرامات الجيزة بيتولد فصل جديد من قصة حضارة عمرها آلاف السنين. هنا في المتحف المصري الكبير التاريخ مش مجرد ماضي، ده حاضر بيتنفس من جديد. المتحف المصري الكبير هو أضخم متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة. اتبنى على مساحة أكتر من 500,000 متر مربع عشان يجمع تحت سقف واحد آلاف القطع اللي بتحكي رحلة مصر من أول الفراعنة لحد دلوقتي. تصميمه تحفة فنية معاصرة، الواجهة الإزاز بتسمح بدخول ضوء الشمس الطبيعي، والدرج العظيم في قلب المتحف بيضم تماثيل ملوك مصر كأنهم بيرحبوا بزوارهم من كل العالم. وأكتر حاجة العالم كله مستنيها قاعة الملك توت عنخ آمون، لأول مرة في التاريخ هتتعرض كل مقتنياته، أكتر من 5000 قطعة في مكان واحد. كل تفصيلة هنا بتحكي عن الملك اللي سحر الدنيا وهو عمره ما كملش 20. قاعات المتحف واسعة والإضاءة مدروسة بعناية، والقطع الأثرية بتتعرض بطريقة تحافظ عليها وتخليها تحكي حكايتها بنفسها. كل ركن هنا بيخليك تحس إنك رجعت آلاف السنين لورا. وبعد سنين من التحضير والتأجيل، أخيراً العالم كله مستني لحظة الافتتاح الرسمي، واللي هيكون 1 نوفمبر 2025، بداية جديدة لعرض أعظم كنوز البشرية في متحف بيليق بمصر وتاريخها. المتحف المصري الكبير مش مجرد مكان، ده وعد إن حضارة عمرها آلاف السنين لسه عندها كتير تقدمه. وهنا بين الماضي والحاضر التاريخ بيتكلم من جديد، واحنا على موعد مع تحفة فنية استثنائية لافتتاح المتحف، واللي هيتعرض على كل شاشات التلفزيون وفي كل ميادين مصر وعلى كل المنصات عشان يوصل لكل بلاد العالم. وبس.